قال إبراهيم برو ممثل المجلس الوطني الكردي في سوريا في هيئة التفاوض السورية بأنه وخلال اجتماعاته في نيويورك أطلع الأطراف الدولية على ما يجري في كردستان سوريا بشكل عام. فقد أكثر من 80 طالب للجوء حياتهم غرقا، بينهم أفراد عائلة كردية قبالة السواحل السورية قادمين من لبنان بهدف التوجه نحو الدول الأوروبية. خلال اليوم السادس من الأسبوع الثقافي الذي نظمه اتحاد كتاب كردستان سوريا، قدم رئيس المجلس المحلي للمجلس الوطني الكردي في سوريا في مدينة ديريك محاضرة بعنوان السلم الأهلي والتعايش المشترك. جنود أمريكيون ينتهكون حقوق الحيوان ويقتلون كلبا منزليا في قرية عرب شاه التابعة لناحية شل آغاي بريف ديريك في كردستان سوريا. أقيمت مظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان للتنديد باستشهاد جينا أميني تحت التعذيب الوحشي في سجون إيران. اقترح باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الخاصة بسوريا على الأمم المتحدة أن يتم إنشاء هيئة دولية مستقلة خاصة بالمفقودين في سوريا. بحث وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي مع وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد عودة اللاجئين إلى سوريا.